ماما يا ماما انا عاوزة اكل رز بلبن. رز بلبن؟ طب تعالى يا سينو نعمل رز بلبن. طلعت اللبن اللي في الفريزر هنا وجبت كوبايه من الرز، حطيتها في حله كده على النار وقلت ايه اسيبها تستوي. زي ما انتم شايفين كده استوت قوي وشربت كل الميه بتاعتنا، صح كده؟ اه. تمام. هنعمل ايه تاني بقى؟ بعد ما استوت خالص كده والرزية استوت خالص واللبن بتاعي فك، جبت اللبن حطيته على الرز. ده عبارة عن كيلو لبن. انا دايما بحط اللبن في الفريزر فبينفعني في اي زنقة لو الاولاد حبت تاكل حاجة حلوة ولا حاجة. هات بق. لا خلاص بقى انا حطيناه. حطيته على الرز بتاعنا وبدأت اقلب الايه الرز مع المين مع اللبن. وبعدين جبت كوبايه من السكر، حطيت سكر بس ما سكرتوش قوي بصراحه علشان هما مش بيحبوا طعمه حلو. مسكر. بس ايه رايك في طعمه؟ كان حلو. اه. مم. ودوبت السكر كده كويس مع اللبن والرز زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هجيب النشا بتاعتي. دوبت 3 معالق من النشا كبار في نص كوباية مية ونزلت بيهم على مين؟ على اللبن والايه والرز. والرز. تمام. وجبت كيسين من الفانيليا علشان يبقى طعمه حلو كده وريحته حلوة. وسيبته بقى يغلي على النار كده لحد ما تقل معانا والنشا ربطت وكان قوامه حلو جدا. بص هنا كده بدأ يتقل معانا ازاي، شايف؟ اه. والرزاية كانت مستوية حلوة قوي قوي. ايه رأيك في طعمه؟ حلو. حلو جميل صح؟ كان ما فيش اصفر بتاع ده. كان حلو قوي ده رز. كان حلو قوي بجد. حاجة سهلة كده وبسيطة وحاجة مسكرة كده الأولاد بتحبها. لو فكرتوا تجيبوها من بره هتلاقوها غالية جدا. فبكيلو لبن تقدري تعملي رز بلبن حلو جدا لولادك. طبعا لو عندك كريم شانتيه برضه ممكن تحطيه، هيعزز الطعم جدا وهيبقى طعمه حلو قوي. هنا خلاص هو كده بقى تمام مظبوط معايا. بص ونحط في الطبق. هنحطه في الطبق. جبت بقى الاطباق بتاعتي وبدأت اوزع الرز بلبن كده. هنقول لهم بقى ايه يا سينو يعملوا ايه؟ نحط رز اللبن. صح. اه. مم. وبعدين هيتقل بقى ويبقى حلو قوي. ما تنسوش بقى يا حبايبي تعملوا لايك للايه الفيديو. للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يجيلك اشعار وبعد بيه. كده نحط فوق على الخرم على اسمه ايه ده؟ على الرخامة على علشان الرخامة يبرد صح. عشان يطفى. وهو سخن أصلا. مم.